شفتها اكتر شخصيه متخططي موتها. ينزل بالموسيقى الحزين لو سمحت، المونتير بتاعنا الجميل الشاطر ينزل لنا بالموسيقى الحزينه. انا قصرت موت. كتبت لك بوست على اليوتيوب يا صديقي الاوتاكو، عايزني اتكلم معاك في ايه، او ايه المواضيع اللي عايزني اكلمك فيها على القناه، وقلت ان اكتر كومنت هياخد لايكات ده هيبقى اول موضوع نتكلم فيه. فكان اكتر كومنت اخد لايكات اللي هو اسئله كتير عني، اللي هو عايزين نسالك اسئله، وهو الكومنت ده وانا نزلته في بوست وقلت لكم خلاص يا جماعه اللي عنده سؤال يساله، واحنا ان شاء الله، او مش احنا، هو انا بس اللي هجاوب باذن الله. وفي الفيديو ده صديقي الاوتاكو هجاوب اسئله المتابعين، وفعلا الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا. ولهذا قبل ما نبدا عايزاك تكتب لي في الكومنت انت بتتابعني من انهي دوله، فضول بس انا عايزه اعرف. وكالعاده لو اول مره تشوفني فانا ايه سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزه وكلامه مش هيعجبك، ولكن لو سمعتني للاخر هتقتنع ان شاء الله بوجهه نظري. وطبعا الجمله الشهيره بتاعتنا عايزين نوصل القناه بقى ل 50,000 سبسكرايب، والفيديو ده توصلوا ل 1000 لايك. على فكره مش صعب عليكم، انا في مره قبل كده قلت لكم الفيديو ده لو ما وصلش 1000 لايك مش هعمل فيديو عن هانتر، قمتوا خليتوا الفيديو وصل ل 1000 لايك. ومن الفيديوهات اللي هجهزها لكم الفتره الجايه فيديو عن هانتر باذن الله. فوصل الفيديو بقى ل 1000 لايك يا صديقي الاوتاكو، انا مش طماع. ويلا نبدا فيديو اجابه اسئله المتابعين. انا المره دي خدت تقريبا اول 8 اسئله او 9 اسئله اتكتبت، واول سؤال انا بحب ابدا بيه دايما. السؤال هو ايه اكتر انمي بتكرهيه؟ بحبك قوي. عارف بس اعمل كده زيها، انا كمان بحبك. اكتر انمي بكرهه، بص هو مش ديمون سلاير، اكيد مش ديمون سلاير خالص، مش اكتر انمي بكرهه، بس انا بكره اي انمي بحس ان فكرته غلط وما ينفعش تطرح. بقلق فيها على دماغ الاطفال عامه، او على دماغي انا شخصيا، لان في انميات ممكن تسحل لي دماغي. فاي انمي فكرته غريبه، فيها الحاد بقى الهه، ولا فيها استغفر الله العظيم رب لا اله الا الله، ولا فيها اي حاجه من الجو ده، او فيها مشاهد مش لائقه، بالذات المشاهد مش لائقه دي بتقفلني، بتخليني مش بكمل الانمي، بكرهه، بحط علامه كده حمراء عليه وما بكملوش. فده قوس هنفتحه بقى، اي انمي مش كويس انا ما بحبش اتابعه. اللي بعده هي اجابه مش واضحه لاني ما اديتش اسامي، بس صدقني يعني هندم لو اديت اسامي، لاني بروح الاقي الناس اتفرجت عليها. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. ليه ما فيش مطبلاتيه الانمي بليتش مع انه جامد جدا 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 ودموع؟ انا وجهه نظري ان انمي بليتش ما طرقعش زي ناروتو ووان بيس ودراجون بول، ورغم ان هو من العمالقه الثلاثه يعني انا واثقه، بس ممكن هو مش حوار انا واثقه، هو دي الحقيقه. العمالقه الثلاثه بليتش وناروتو ووان بيس ودراجون بول الاب الروحي، عارفين الموضوع ده، بس هو ما طرقعش زيهم، لان برضو فكرته ما فيهوش الفكره المسيء، قراصنه في البحر نينجا، يعني انا كلنا من صغرنا النينجا دول حاجه روشه يعني. فهو مجتمع ارواح وشينجامي، واحنا يعني انا بالنسبه لي وانا صغيره انا شفت الثلاثه مع بعض. انا مش هقول لك اقل حاجه كانت بليتش، بالعكس انا كنت من المفضلين عندي، بس انا بالنسبه لي انا مش فاهماه، يعني هو مش سهل فهمه كمان. هو يعني انا بحس ان هو اللي عايز يتابعه يعني لو بدأ من النص مش هيفهم حاجه. هو ده من مشاكل بليتش. لكن مثلا ناروتو او وان بيس انت مش ضعف من قصتهم، لا هو عارف يدخلك في الحاله بسرعه وتبقى مستمتع معاهم. لكن بليتش مثلا بحس ان هو لو بدأت من النص كده مش هتبقى فاهم، هو القصه كلها لما في بعضها. هو ممكن ده سبب من الاسباب، انا عن نفسي مش عارفه، انا بحاول الاقي اوجد اسباب معاك. وفي نفس الوقت الدعايه، وما تعملوش زمان دعايه قويه جدا تخليه هو لما يرجع الناس كلها تستناه، او بمعنى اصح كان بيقف كتير ويجي يعني مثلا اخر حلقه كانت نازله مش فاكره بصراحه سنه كام، 2011 ولا 2012، وبعدين رجع في 2022. ففي ناس مين ده، مين بليتش، لان للاسف هم مش عارفينه. بس هو لو انمي سهل التطبيل، كل الانمي دينا موجوده تطبل له، فما تقلقش يعني، دينا قايمه بالواجب، ما تقلقش من حاجه زي كده. اللي بعد كومنتات كتيره قوي يا صديقي الاوتاكو، فايه عايزين ننجز يعني ان شاء الله. اللي بعد لماذا اخترتي محتوى الانمي وكيف اتت لك افكار النوادي؟ ليه اخترت محتوى الانمي؟ انا ما بداتش اتكلم عن الانمي في الاول، احنا كنا عاملين قناه اسمها الناهيه انا واخويا باسم، كنا بنتكلم في كل حاجه تقريبا، كان ممكن نتكلم في الكوره، في السياسه، في مواضيع عشوائيه. بس انا عشان بتابع انمي من زمان انا وباسم اخويا، لقينا ان طب ليه ما نتكلمش في الانمي، ما انا بفهم فيه كويس، وانا كمان اللي اقدر اكتب المحتوى بتاعه في نفس الوقت. هو وافقني، فاحنا قلنا لا يلا نتكلم عن حاجه بنفهم فيها كويس، وفي نفس الوقت هنلاقي متابعين ليها يعني. لكن الحاجات التانية كانت عشوائيه، شويه ناس بتوع كوره، شويه ناس بتوع سياسه. لكن الانمي انا حاجه هعرف ابدع فيها، فعشان كده اخترت محتوى الانمي. منين جات لي فكره النوادي؟ انا ما كنتش بعمل سكتشات كوميديه خالص، انا كان كل محتوايا بجيب المايك واقف كده واقعد اقول مثلا اخبار عن الانمي، او اقعد اكلمكم كده ريفيو عن انمي معين بطريقه مضحكه. فكنت نفسي اعمل سكتشات كوميديه زي صحابي يعني، زي دينا، زي ساره، زي مهند، زي مورجان، ويجي احيانا بيعمل شويه سكتشات. فانا ما كنتش، انا كنت الوحيده فيهم اللي مش بعمل سكتشات. فجه في دماغي انا مش عايزه اعمل سكتش وخلاص، انا عايزه فكره وتكمل معايا. فبدات بفكره
فكره ان انا طب هعمل نفسي عايزه انضم لنادي الاشرار ومش هوفق في النادي ده، فاروح على نادي جوجيتسو كايسن، فخلاص هروح على نادي الابطال. فهي من دي جات لي فكره النوادي. انا بحب تجي لي فكره تكمل معايا، ما تبقاش مجرد ماتت كده مره واحده، لا هتلاقيني عامله سلسله من كل حاجه، من كل سكتش انا عملته. فدي عشانها جت فكره النوادي. اللي بعده، ليش ما قراتي مانجا هانتر؟ ملاحظه اي حد قرأ المانجا ما قرأ المانجا راح نص عمره. والله احداثها مره حماسيه وفخمه وجديده وغير مستهلكه، تخليك ترفع تقييمك لهانتر وتحطه الاول او الثاني مهما كنت شايف انميات. انا واثقه ان مانجا هانتر قويه، بس للاسف انا مش كيفه مانجات. بقرا مانجات، يعني مثلا مانجا من المانجات اللي ما عرفتش اصبر عليها ان انا اصبر على الانمي كانت مانجا اتاك اون تايتن. لما خلص تقريبا الموسم الاول اللي هو اتعرض في 2014 انا ما عرفتش اصبر. انا رحت قريت المانجا وكان ساعتها تقريبا نازل منه بتاع 10 فصول زياده، قريتهم خلصتهم، ما عرفت ما صبرتش يعني. او كان الكلام ده كان كام، كان سنه كام؟ لا انا صبرت شويه ل 2017. الكلام ده كان في 2017 لما رحت قريت مانجا اتاك. وبعد كده لما فضلت الفصول تنزل كنت بقرا فصل بفصل. يعني في انميات ما عرفتش اصبر عليها. بوكو نو هيرو اكاديمي نفس الموضوع، قريت المانجا بتاعته. ايه تاني؟ وان بيس ما عرفتش اقرا المانجا بتاعته لان انا من صغري متعوده عليه اتفرج على انمي، ما عرفتش خالص. بليتش نفس الشيء، ما عرفتش اتفرج على المانجا، ما عرفتش اقرا المانجا. فانا مش كيفه مانجات قوي يعني. انا واثقه ان مانجا هانتر هتبقى قويه، كفايه الانمي نفسه هو قوي، بس لا مش هعرف اروح خالص على اختيار ان انا اقرا مانجا هانتر، مش كيفه. اللي بعده، ايه هو السبب اللي خلاكي تعملي قناه اول انمي تابعتيه ازاي بقيتي اوتاكو؟ انا متهيالي حكيت سبب ان انا ليه عملت قناه عن الانمي. ازاي بقيت اوتاكو؟ من صغري تقريبا، يعني انا ممكن اقول سن دلوقتي اللي هو 2006 او 2007. انا عارفه ان في ناس مواليد 2006 و2007 بيتابعوني. انا بدات اتفرج على انمي وانا في السنه دي كنت عيله حرفيا لا افقه شيء. كان معانا فلاش ميموري كده جه عليها كونان، كان فيه 300 حلقه تقريبا، فانا عجبني جدا. تقريبا هو اول انمي شفته هو او ديث نوت، لان نفس الفلاشه كان عليها ديث نوت، فانا اتفرجت عليهم. فمن هنا بدانا في بقى كل شويه فلاش رايحه جايه بنتفرج على انمي. جه ناروتو وجه بليتش وجه مش عارفه ايه، كل الانميات بقى بدانا. دي الفتحه بتاعتنا يعني، اللي في البيت كلنا بقينا بنتابع انمي او اكتر. اتنين تابعوا انمي، انا وباسم اخويا. دي كانت بدايتي. بس ازاي بقيتي اوتاكا؟ بس وانا كمان بحبكم. اللي بعده، اوكي اكتر انمي اتعلقتي فيه وما قدرتي تتخطيه؟ مفيش انمي اتعلقت فيه يعني حرفيا، او يمكن الكلام ده لما كنت اصغر شويه. دلوقتي لا مفيش انميات بتعلق بيها، يعني انا يمكن عشان كبرت عقلت ما اعرفش بقى، اللي هو زهقت فقدت الشغف. بس بقيت بتفرج على انمي خلاص ماشي عدى. او ممكن اتاثر بحته ايه يعني. اخر حاجه اتاثرت بيها هي نهايه اتاك. بصراحه ما كنتش راضيه خالص، كنت زعلانه ودموعي على خدي رايحه بيها الشغل، مش عارفه انسى. يمكن اخر حاجه اتاثرت بيها هي نهايه اتاك، بس عادي بعدها بيومين ثلاثه تخطيت الموضوع. بس حاليا ما بقاش عندي حته ان في انمي بيأثر فيها قوي. اللي بعده هو نفس الكومنت، اكتر شخصيه انمي تكرهيها؟ لا ده صعب اجاوب عليه، بس انا واثقه ان في انميات. بكره دانزو، بجد بكره دانزو. يعني اول حد جه في دماغي دانزو. وباجي من اتاك اون تايتن، كان اسمها باجي تقريبا صح. فدانزو بكرهه لانه هو سبب كل مصيبه في حياه ناروتو، مش في حياتي. شفتوا؟ لا وبقول لهم مش بتاثر بالانمي، بقول لهم في حياتي، ما علينا. دانزو سبب كل مصيبه تقريبا. وباجي بصراحه يعني كتله من الغباوه، يعني بجد كده كتله من الغباوه. ايه ده؟ لا وانا جنديه انا عارفه ان انا بقول لكم ما بتاثرش بقول كلمه وعكسها. بس بصوا هما الاثنين دول اكتر شخصيات بكرهها يمكن. ولو فكرت شويه كمان ممكن الاقي لك شخصيات تانية. متى بدايتي مشاهده انمي؟ دي جاوبتها. اكتر شخصيه ما تخطيتي موتها؟ انزل بالموسيقى الحزينه لو سمحت. المونتير بتاعنا الجميل الشاطر ينزل لنا بالموسيقى الحزينه. انا قصرت بموت ايس جدا جدا، ولغايه دلوقتي لما بعيد حرب المارين فورد بقول اكيد هينجو. انتوا متخيلين هو ايه النفاق اللي انا فيه ده؟ يعني مش شويه بقول لكم مفيش انمي بيأثر فيا وبعد كده بقول لكم يا لهوي عليا على سنيني. بس هو بصراحه صديق الاوتاكو لا بجد شخصيه الانمي اللي ماتت وما عرفتش تتخطى موتها هي كانت ايس. اكتر شخصيه انمي بنت بتكرهيها في كل انمي؟ في كل انمي لا دي صعبه يعني. بص انا قلت باجي خلاص في اتاك اون تايتن. انا خايفه اقول ساكورا يعني. بص ساكورا برضو كنت بتخانق منها. انا مش بكرهها بجد عشان جيش ساكورا ما يجيش يمسكني من رقبتي، بس انا كنت بزعل منها قوي لما بتضرب ناروتو ده اخويا يا جماعه، ليه بتضربيه؟ لا وبقول مش بتاثر بالانمي. انا يعني منافقه بس لا مش منافقه، مش هقول كده عادي. انا انسانه والانسان بيغلط عادي. في كل انمي. مش بكره ميتسوري بصراحه، بس ميتسوري بحس ان هي فعلا زي كلام ايجي. يعني انت موجوده ليه في الانمي بتاع ديمون سلاير؟ انت بتعملي ايه؟ او يمكن كلام يجي ياثر فيا مش عارفه، بس يعني احيانا كده بقول فعلا ميتسوري انت بتعملي ايه في انمي ديمون سلاير؟ جاوبيني. ما خلاص مش هزعق تاني، ده اخر زعيق في الفيديو ده. السؤال اللي بعد، انت قلتي انه عندك عمل ثاني غير اليوتيوب، واذا ما بدك تجاوبي على هذا السؤال عادي. عندي عمل ثاني يعني. انا كده مش شغاله يوتيوبر. يعني اليوتيوب بالنسبه لي مش شغل، اليوتيوب بالنسبه لي هوايه. انا بطلع اكلمكم عن الانمي. شغلي الاساسي انا شغاله مهندسه مسؤوله عن التدريبات في شركه بنشتغل في الطاقه المتجدده، ده شغلي عامه.
وده اللي بعمله حاليا. اشتغلت ايه قبل كده؟ اشتغلت مهندسه مشاريع، اشتغلت حاجه اسمها بروبوزل انجينير، وجات فتره اشتغلت اتش ار لاني كنت زهقانه من الشغل اللي بعمله، فكل ده في نفس الشركه يعني. فلغايه دلوقتي خلاص لا، انا حاليا مستقره في ان انا شخص، ان انا مهندس مسؤول عن تدريبات الموظفين المهندسين عامه بس، والفنيين الموقع. دي شغلانتي واديني جاوبتك. السؤال التاني بقى ده اللي مش هعرف اجاوب عليه، هل عماد انسان؟ مش يعني احنا قلنا ما بنسالش الاسئله دي هنا. اللي بعده، اولا مرحبا انسه ايه، كيفك؟ بخير، امورك تمام؟ انا زي الفل. نخش بقى في الموضوع. كيف صرتي اوتاكو؟ جاوبته. شو اول انمي شفتيه؟ هو تقريبا كونان او ديس نوت. جاوبته. كيف تعرفتي على انسه دينا والسيد ايجي؟ ماشي، ده سؤال جديد. احنا اتعرفنا على بعض من خلال التيك توك، يعني احنا اتقابلنا كلنا من خلال التيك توك. كان باسم اخويا في ايفنت بتاع جابان انمي فيستيفال اللي اشتغلنا فيه بتاع 2022. باسم اخويا جمعنا كناس انفلونسرز بتتكلم عن الانمي، عشان كنا بنعمل كامبين دعايه للايفنت ده. فكان الناس اللي اتجمعت عشان تعمل الكامبين كان منهم انا ودينا وايجي ومورجان ومهند وكان في زياد عماد وكان في جين. فكلنا كده اتجمعنا عشان نعمل كامبين لايفنت جابان انمي فيستيفال، وتعرفنا على بعض من خلاله، وبقينا اصحاب من ساعتها ومكملين مع بعض لغايه دلوقتي الحمد لله. طيب اللي بعديه، عبري عن حبك لمتابعينك بجمله مين هو عماد. يا جماعه، ما قلنا ما بنسالش الاسئله دي. انا فعلا في كومنتات كتير كانت جايه لي مين هو عماد، مين هو عماد، ما بنسالش بقى. ليش انت طيبه وكيوت وعسوله زي كذا زي كده؟ الله يبارك لك ويحفظك ويسترك. شو هو هدفك من فتح قناه اليوتيوب؟ شو هو هدفي من فتح قناه اليوتيوب؟ زي ما قلت لكم، احنا فتحنا قناه اليوتيوب عن الانمي عشان خاطر احنا بنفهم فيه، ده اول حاجه. تاني هدف ان احنا عندنا طموح ان احنا نقدر نعمل انمي في يوم من الايام يناسب عاداتنا الاسلاميه ويبقى محترم ويبقى فيه كل المقومات اللي احنا بندور عليها. تالت حاجه، وده هدفي انا لوحدي كآية، ان هو هوايه عامل لي اتزان في حياتي. يعني انا لو مش بتكلم عن الانمي او مش بطلع، ما عنديش قناه عن الانمي، انا بالنسبه لي حاسه ان انا حياتي هتبقى انا بروح الشغل بس. بجد يعني، فين آية بقى؟ فين آية الفنانه؟ انا جوايا ارتيست. ها الارتيست ده بقى هيعمل ايه؟ الناس اللي متابعاني على الانستا، انا هسيب لكم الديسكربشن هسيب لكم الاكونت في الديسكربشن بتاع الانستا، ولو تابعتوا الستوريز بتاعتي، انا تقريبا وانا رايحه الشغل كل يوم بصيح وانا طالعه لكم في الستوريز الصباحيه. فانا بالنسبه لي برضو دي حاجه بتخرجني، اللي هو ايه، ليا متابعين ومعايا وفاهميني وفي حالتي. فانا بالنسبه لي قناه اليوتيوب هي هوايه، انا دي هوايه بمارسها وبحبها، فانا مش هعرف ابطلها. يعني انا لو شلتها من حياتي هتبقى عامله كده، يعني الاتزان اللي في حياتي هيبوظ، ممكن يجي لي اكتئاب كمان يعني. فده هدف من اهدافي برضو. اللي بعد، ايه رايك في انمي صراع في النهايه لو اتفرجت عليه؟ وايه هو افضل قصه في عالم الانمي بالنسبه لك؟ ايه اكتر شخصيه زعلتي على موتها؟ انا قلت ايس، دي اخر سؤال انا جاوبت عليه. انمي صراع في النهايه انا شفته. بالنسبه لي هو دموي طبعا، مش مناسب للاطفال، بس هو انمي محترم، ما شفتش لقطه مش محترمه فيه. مشكلته ان هو فيه زهق شويه، مش قوي يعني، بس حاسه ان في حلقات كانت ممكن تتلضم كده وما يبقاش، مش هقول لك مط يعني، انا بس زهقت. يمكن القصه كانت بيبقى فيه حته كده شعله ومعركه وفجاه نهدى كده، نهدى، فليه مش مولعينها من الاول؟ فلو هديله تقييم، انا ممكن اديله 6.5 من 10، اللي هو لا عالي قوي ولا قليل قوي، يستحق المشاهده. يعني انا ممكن ارشحه عادي لاي حد عايز يتفرج على حاجه ليها علاقه بمصاصين الدماء والكلام ده، بس هو دموي شويه. اللي بعد، هل الانمي حرام كما يقولون البعض؟ وادعوا الجدي يرحمه، الله يرحمه ويغفر له جدك. طيب، هل الانمي حرام؟ ده سؤال انا قلت قبل كده انا مش شيخ، مش هعرف اجاوب عليه، بس هل انا بسال نفسي السؤال ده؟ بساله لنفسي كتير. هل هو الانمي حرام؟ هل حرام اتفرج عليه؟ طب بلاش، فكك من ده كله. ايه اللي انت بتعمليه ده، حرام ولا حلال؟ يعني انك بتطلعي تتكلمي عن الانمي، انت فاكر يا صديقي الاوتاكو ان انا الاسئله دي ما جاتش في بالي؟ لا، جت كتير. هل انت فاكر ان انا احيانا بعمل فيديو وانا مش قلقانه ان انا ممكن الفيديو ده يبوظ دماغ ناس؟ لا، ده كل مره بعمل فيديو ده اللي بيبقى في دماغي. عشان كده انا هدف بقى واخد حته التوعيه اكتر. هتلاقيني دايما بطلع اقول لك في فيديوهاتك ما تتابعش الانمي ده، او الانمي ده انا بتفرج عليه بس هو مش مناسب، ما تتفرجش عليه. يعني انا مثلا واحد وان بيس مثلا من الانميات اللي انا بحبها وبستناها، بس في حاجات كتير غلط. اللبس البنات مش محترم، رغم ان في افكار كتير برضو كويسه، يعني بيبرز لك الافكار بطريقه سهله. دي انا شرحتها في فيديو قبل كده، ان هو بيفهمك الحاجات اللي بتدور حواليك بطريقه سهله، الا انه برضو ممكن مثلا تلاقي فيه اللي هو جزيره الرجال اللي مش رجال دول، يعني في افكار مش كويسه. فانا كل مره بطلع اتكلم مثلا عن ون بيس ببقى قلقانه، يعني انا مش عايزه اشجعكم، بس في نفس الوقت دي هوايتي انا عايزه اكلمكم عنها. انا مش شيخه، انا مش هعرف اجاوبك على السؤال ده. يعني انا كآية انا محطوطه في الحته اللي هي بتاعت لسه انا ما اعرفش، الله اعلم. هو ممكن، بس يعني لو في حته ان هو حرام انا ممكن اقول لك لا، يعني ما هو في حاجات كتير غلط بتحصل فيه. فالموضوع في الاول في الاخر هو اختيارك، انت هتتفرج عليه ولا لا. دي حاجه بترجع للانسان. وانا برضو بحاول على قد ما اقدر في المحتوى بتاعي ان انا اراعيكم ونقول لكم ده انمي ماشي اتفرجوا عليه، وده انمي لا ما تتفرجوش عليه. بس لو صوغناها يعني الفن عامه، هل هو حرام الفن؟ يعني ان يبقى فيه مسلسلات وافلام، هل هي حرام كاساس؟ طب مثلا فيلم الرساله اللي اتعمل ده، هل فيلم الرساله ده حرام ازاي؟ يعني انا مش عارفه، يعني انا ببقى محطوطه في القوقعه
اللي كلها افكار كده انا مش عارفه اجاوبها، فانا مش بعرف اجاوب على سؤال هل الانمي حرام، فيعني وخايفه اجاوب عليه بامانه خايفه اجاوب عليه، لان اجابتي انا مش واثقه انها تبقى صح 100%، وما عنديش العلم والمعرفه الكافيه اللي تخليني اجاوبك على السؤال ده. اسال لو انت خايف، لو انت مش عايز تتابع انمي يبقى انت المفروض تسال عشان يطمئن قلبك وتبقى متاكد ان اللي بتعمله ده صح ولا غلط. بس اللي بعد، هل في عمرك فقدت الشغف في مشاهده الانمي، وكان عندك كام سنه لما بدات تتفرجي انمي؟ انا متهيالي جاوبت ان انا كان عندي كام سنه، انا كنت صغيره، كنت تقريبا مش عارف 10 سنين تقريبا او حاجه زي كده، ممكن 8 لا ده من بدري، ده من 7 8، انا من صغري، بس كنت على سبيس تون بقى لما كنت بشوف دراجون بول وكونان ومش عارفه ايه والحاجات دي، بس مدبلجه ما كانتش مترجمه لسه، كنا بنقول له كرتون ساعتها مش انمي. هل عمرك فقدت الشغف في مشاهده الانمي؟ لا يا كتير، ده انا بفقد الشغف ده تقريبا في كل سنه 9 10 مرات، يعني انا مؤخرا فاقده الشغف في الانمي. ليه؟ مفيش انمي عدل في السيزون ده، مفيش انمي شددني. سولو ليفينج حلو اوكي، بس انا ما بحبش فكره اللي هو حلقه كل اسبوع بتخانق، انا عايزه بالك كده، تديني انمي 50 حلقه وتقول لي اتفرجي عليهم مره واحده. انا كده ما حته حلقه كل اسبوع دي لا، دي بتقفلني، فانا فاقده الشغف من ناحيه الانمي حاليا فتره في حياتي. يعني انا ما عنديش غير سولو ليفلنج ودكتور ستون، وده بينزل حلقه وده بينزل حلقه، فصلاه النبي يعني ما وكويس ان رمضان داخل، مش هتابع انمي اصلا، انا ما بتابعش مسلسلات ولا اي حاجه في رمضان، فتمام يا صديقي، قلت لكم بتحصل كتير جدا ما تقلقش، بس لما بنلاقي انمي حلو بنرجع للانمي تاني على طول. اللي بعد، مين هو عماد؟ انا هعدي الكومنت ده كده ولا كاني شفته، عارف اهو، بص اهو هعمل اسكيب، يعني قلنا ما بنسالش الاسئله دي، ولهنا احنا وصلنا لاخر كومنت. طبعا كان في كومنتات كتيره جدا، لو عايزين جزء تاني او تالت بقى من فيديو اسئله المتابعين يا ريت تكتب لي في الكومنتات، ولو شفت الفيديو للاخر شكرا جدا صديقي الوتاكو، ما تنساش تتابعني على كل منصاتي هتلاقيها في الديسكريبشن، وما تنساش تكتب لي انت بتتابعني من انهي بلد، وما تنساش تدوس لايك اهم حاجه، وقول معايا يوش ايكيموشو.